متابعينا الأوفياء، متابعي قناة الخبر اليقين 24، أهلا بكم في هذا الفيديو الجديد على القناة. في كلمة ألقاها الميلودي مخاريق خلال افتتاح الدورة 12 لليوم الدراسي حول الصحة والسلامة في العمل الذي نظمه صندوق التعاضد المهني المغربي. جدد الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل التأكيد على المكانة المحورية اللي كتحتلها الصحة والسلامة المهنية في نظام النقابة، مشددا على أن الاتحاد ما غاديش يوقف مكتوف الأيدي أمام أي إصلاح كيمس بمصالح الشغيلة وكيهدد استقرارها الاجتماعي والمهني. كذلك أوضح الميلودي مخارق أن تنظيم هذا اليوم الدراسي ماشي مجرد نشاط مناسباتي، ولكن هو محطة استراتيجية عندها تأثير مباشر على العمال وعلى التوجيهات السياسية العمومية اللي كترتبط بسوق الشغل. ووضح أن دخول التقنيات الجديدة لمجال العمل كيفرض التفكير بشكل أعمق في انعكاساتها على الصحة المهنية وفي كيفية ضمان توازن بين الإنتاجية وحقوق الإنسان داخل فضاء العمل. كذلك أشار الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إلى أن نقابته ما كتختزلش النضالات ديالها في المطالب المادية كزيادة الأجور وتحسين التعويضات، ولكن كتعتبر أن شروط العمل الصحية والآمنة هي جوهر الكرامة المهنية، وأن الدفاع عنها ما كيقلش أهمية عن الدفاع عن الحقوق المالية. وأضاف أن ملف التقاعد كيمثل اليوم إحدى أبرز نقاط الخلاف ما بين النقابات والحكومة، وكيعتبر أن أي إصلاح يجب أن ينبني على العدالة الاجتماعية لا على تحميل العمال كلفة الاختلالات التقنية والمالية. كذلك قال مخرق بلهجة حاسمة: إذا كان هناك تعديل في سن التقاعد فيجب أن يكون اختياريا وماشي إلزامي، يعني المتقاعد هو اللي غادي يختار واش غادي يكمل في 60 أو لا، إلا بغى يزيد حتى ل 65 عنده هو الاختيار. لا يمكن أن نطلب من عامل، قال مخرق، ما يمكنش نطلبه من عامل كيشتغل في ظروف شاقة أنه يواصل العمل حتى ل 65 سنة، وكأن الأمر كيتعلق بواحد العمل اللي كتقوم به في المكتب وعندك يعني جميع ظروف الراحة. وشدد كذلك على أن رفض الرفع من السن القانوني للتقاعد بهذه الطريقة هو إصلاح معياري غير مقبول. وكذلك توقف المتحدث عند الأبعاد النفسية للعمل، وأكد أن الصحة المهنية ما كتقتصرش على إصابات الشغل والمخاطر التقنية، بل كتشتمل كذلك على الصحة النفسية اللي صبحت من أكبر التحديات داخل المؤسسات، وخصوصا في القطاعات ذات الضغط المرتفع كالمستشفيات. وقال الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل إن فقدان الأمن النفسي للعامل كيهدد جودة الإنتاج وكيمس بكرامة الإنسان في الجوهر ديالو. كذلك شدد مخرق أو كشف عن سلسلة من المبادرات اللي كينخرط فيها الاتحاد عبر برامج تكوينية وورشات داخل المغرب وخارجه، بشراكة مع مراكز ومعاهد دولية متخصصة من أجل تأهيل ممثلي العمال وتمكينهم من آليات حماية حقوقهم في جانب الصحة والسلامة المهنية. وأكد أن الاتحاد المغربي للشغل غادي يواصل النضال ديالو من أجل حماية حقوق العمال والدفاع عن شروط عمل كتليق بالكرامة الإنسانية في إطار احترام اتفاقيات العمل الدولية اللي كتعلق بالعمل اللائق. وأكد أن صحة العامل ليست امتيازا ولا امتنانا، بل هو حق لا يقبل التفاوض.